النهاردة هنعمل مع بعض أسهل وألذ طبق مكرونة هتجربوه حرفيًا وهينقذكوا في الجو الحر ده، بالضبط هياخد مننا تِلت ساعة وهيكون جاهز، ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن والمتابعة عشان يوصلكوا كل جديد، ويالّا نشوف عملناها إزاي. في الصينية بتاعتنا أو الحلة هنحط زيت، أول ما يسخن هننزل بقطع الفراخ، وممكن تبدّلي الفراخ بسجق، بلحمة، بأي نوع لحوم أنتِ تحبيه. هننزل عليها بالملح والفلفل والبابريكا المدخنة والتوم البودرة والبصل البودرة وبهارات الفراخ، وهنقلبها كويس كده لحد ما تاخد تشويحة معانا. ما ننساش اللايك والشير، واللي ما يعرفنيش أو لسه بيتابعني جديد أنا ريهام. وبعدين هننزل عليها بفلفل ألوان متقطّع، ونقدر طبعًا نستبدل الفلفل الألوان بالفلفل الأخضر، ونقدر كمان نحط قطع من الطماطم متقطّعة مكعبات. المتاح عندِك يكون موجود اعمليه، كده بقت تمام جدًا. هننزل عليها دلوقتي بكيس مكرونة قلم، ممكن برضه نستخدم مكرونة سباكيتي أو الخواتم المتاحة عندِك، ليكِ مطلق الحرية، المهم إن أنتِ ما تقفيش في الحر كتير وما تتخنقيش، وهتخلّصي الأكلة في منتهى البساطة والسهولة. حطيت طماطم مجمدة أنا باعملها عندي في البيت، ومعلقتين من الجبنة الكريمي، وتقدري تستبدلي الطماطم دي بالطماطم المتقطعة زي ما قُلت لِك، ومعلقتين من الصلصة. أول ما تبتدي تغلي معانا هنغطّيها ونوطّي عليها النار خالص، بس كده بقت جاهزة. بُصّوا juicy ومفلفلة وخطيرة، وألوان بقى بتاعتها تحفة. يالّا سلام.